أن الشرطي العباسي السني هذا كان السبب في فرار المعصوم الثاني عشر الشيعي. والدليل على ذلك على أنه الآن منذ 1500 سنة والشيعة يخافون من السنة، صحيح؟ منذ 1350 سنة الشيعة يخافون من السنة، وراح يظلون يخافون من السنة إلى أن يخرج الإمام الثاني عشر، لأن خروج الثاني عشر هو إنهاء لحالة الخوف ماذا للشيعة. فانتظروا الإمام الثاني عشر يخلصكم من ماذا؟ من خوف الدكتور معاوية. تفضل ضيفنا الذي صعد. أقدم تحياتي إلى الشرطي العباسي وأقول شكرا جزيلا لأنك جعلت صعلوك يهرب ويترك عرضه يتلطلط في بيوت العباسيين وما استطاع أن يحمي عرضه. شيخنا ممكن تخبرنا كيف هرب أبو بكر من كافر قريش إلى الحبشة فأرجعه ابن الدغنة؟ ما في إشكال. كيف أرجعه ابن الدغنة مرة إلى مكة؟ ما في إشكال. لا تنزلوا جاوبنا تفضل. ممتاز. ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يابا أسرع كرزة بالعالم. جاك محترم لك وما نزلوني. جاك يهودي وكتب هذا حظر أصلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صار لهم ساعة يتفجحون إخواني. المهدي شارد من شرطي عباسي والمهدي شارد من شرطي عباسي، وهذا كبيرهم شيخ معاوية. والله ما شفت أسرع من هذا الهروب. شيخ العزيز ليش حضرتوني ومن سألتك عن هروب أبي بكر من الكافر القريشي؟ ما في إشكال يا رجل أن أجيب. يلا ليش تحضرنا معي؟ يلا الآن سؤال بسيط جدا، هل الهروب منقصة أم مفضلة؟ الآن تقولون المهدي هارب من الجند العباسي، إذا عندكم منقصة. أنا لا ما قلت أنا. لا مسجلة لا تكذب. سمعت مسجلة لا تكذب. رجل كبير أنت قلت المهدي لا تكذب. هل سمعت مسجل البث والله لا أفضحك فضيحة. لا تكذب. ما في إشكال يا رجل. ما في يعني وجدتني مع أمك. لا تكذب يا محب. رأيك تنسب بيت أمي. ليش تسب أمك؟ شنو دخل أمك سب؟ ليش ترمي المحصنات؟ هل يجوز لك أن ترمي المحصنات؟ هل يجوز لك أن ترمي؟ يلا الله يخليك يا محب أنت عايز ترضى مع أمك. لحظة يا شيخ خالد، يفضحني وجدني مع أمه وأنا رجل شيخ شيء. السلام عليكم. يلزمك أن تسترني لو وجدتني مع أمك يا محب الحكمة، يلزم أن تسترني يا رجل. بشرفكم عالم من علماء السنة يرمي امرأة محصنة؟ سبحان الله. أين هم من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية 4 من سورة النور. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. النور 23. هو رمى أمي بالفاحشة دون أن يعرفها، هذا هو عالمهم الكذاب. لاحظتم كيف كذب وفضحه الله سبحانه وتعالى؟ اسمعوا إخواني، هذه رواية في صحيح البخاري باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده الجزء 8 صفحة 342. الرواية طويلة مروية عن عائشة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله بن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل هذا الخرط مالتهم وتحمل إلى آخر روايته وتقرئ الضيف وتعين على النوائب وأنا لك جار فارجع. شوف أجاره كافر أجار أبا بكر وأرجعه لأنه كان هاربا. فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم
إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على النوائب؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر. ليش قريش آمنت أبا بكر وأخرجت رسول الله؟ هاي علامة استفهام. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. الله أكبر. هؤلاء الكفار الذين حاربوا رسول الله ومنعوه من العبادة ومن جميع طقوسه الدينية يسمحون لأبي بكر مع حماية تامة فليصلي وليقرأ ما يشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا يقرأ القرآن في غير داره إلى آخر الرواية طويلة جدا. إخواني، والإشكال الأكبر أن المهاجر إذا ترك هجرته ورجع إلى وطنه يكون قد ارتد وعمل كبيرة من الكبائر، وهذا ليس مني. هذا صحيح مسلم باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، الجزء الثالث صفحة 1486. النص طويل والرقم الحديث 1862. حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد ابن سلمة الأكوع إلى أن يقول: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر إعرابيا من الكبائر. هذا من الكبائر. فأبو بكر خرج بالهجرة الأولى مهاجرا إلى الحبشة وارتد ورجع مع ابن الدغنة وقد ارتكب إثما كبيرا من الكبائر، فهم بين أمرين: أولا هروب وخروج من كافر مشرك قريشي، وكذلك ارتداد بعد الهجرة. أجيبونا يا سنة أيها الهاربون. والله كل يوم يا أيها المتشددون السلفيون أطيح حفكم اللي بعده.